السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل صينيه سمك بالصلصه. تعالوا نشوفوا اول خطوه هنعملها ازاي. يلا بينا. هنجيب حله ننزل فيها بحبه زيت محترمين كده، بس ما نزودش الزيت قوي. عشان خاطر ايه؟ السمك هينزل الزيت بتاعه اللي هو بتاع القلية، هينزل نسبة منه في الصلصة برضو في الصينية. لما نحط كله مع بعضه ويندمج في الفرن هينزل نسبة برضو من الزيت جوه الصينية وجوه الصلصة، وهياخد ويدي مع بعض كده. وهتشوفوا كل خطوة سهلة قد ايه، وممكن تقدروا تعملوها بكل سهولة. نزلنا بالزيت وهو كده سخن، هننزل ببصلتين متقطعين شرايح. بصوا بقى معانا البصل اتدبل ازاي في الزيت. تركه مهمه قوي زي المطاعم بالظبط، عشان يطلع زي المطاعم بالظبط حطي معلقه من السكر صغيره زي ما انت شايفه كده على البصل وهو بيتكرمل بتاع السمك، عشان تطلع معاكي صينيه سمك احلى من بتاعه المطاعم كمان. زي ما انت شايفه بصي البصل هيطرى وهيكرمل من معلقه السكر دي زي ما انت شايفه كده، وهتديكي نفس التست بتاع المطعم بالظبط. لما بيكون البصل بتاع صينيه السمك ام طماطم ام صلصه بيكون جوسي وطري وحلو قوي. بصوا شايفين؟ حاسين بالفرق؟ بصوا معلقه السكر عملت ايه في البصله، طرتها خالص 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 معانا. هنسيبه بقى لحد ما يستوي نص سوا كده شويه مع السكر والزيت، وهنقول لكم الخطوه التانية هي ايه. شايفين بعد ما سبناه دخل في السوا زي ما انتوا شايفين، هننزل عليه بمعلقه من دقه السمك. عباره عن ايه؟ عباره عن فلفل حراق وثوم وبهارات سمك وملح. هنقلبها، بتدي بقى ريحه بتدي الدقه دي لما بتحطيها بتاعه السمك كده مع البصل بتدي نكهه تحفه قوي، وبتدي مع التشويحه ريحه تحفه برضو. جربوها وبجد مش هتندموا. احلى صينيه سمك ممكن تاكلوها بالصلصه، احلى من بره كمان. شايفين ريحه تحفه؟ جنان جنان يا جماعه. الثوم بيتشوح كده مع الدقه ومع البصل اللي استوى. بصوا البصل اللي عمل في البصل كده، بصوا شايفين طري ازاي وشايفين استوى ازاي بسرعه. اللي طرى البصل معانا هي المعلقه بتاعت السكر. سر صينيه السمك هي معلقه سكر بنحطها على البصله عشان خاطر تخلي البصل طري معانا وما يكونش بيقرش، ما يكونش ايه بيقرش. شايفين؟ يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويا ريت تدعموني، ومستنيه دعواتكم في التعليقات. بحبكم في الله. تعالوا نشوفوا بقى الخطوه التانية. بعد ما شوحنا البصل مع الدقه هنحط ايه بقى اللي يعلي التست بقى جامد بقى معانا، يعلي التست ويخليه مية مية معانا. نص قرن فلفل احمر ونص قرن فلفل اخضر، هننزلهم على البصل ده بقى، هيعلي التست معانا بتاع السمك ويخليه في حتة تانية، حتة تانية خالص يا جماعة. زي ما انتوا شايفين. شايفين؟ شايفين. والريحة بقى ايه؟ تحفة.
دي تركات السمك بصلصة. والله العظيم من الحشو ده بس يتاكل كده، عشان خاطر اللي عايز ياكله بعيش ياكله، اللي عايز ياكله بالرز ياكله، في كلتا الاحوال يتاكل. احنا لازم نحبش السمك عشان خاطر السمك بيتاكل بكل تفاصيله، مع رز صياديه، مع عيش وطحينه، في كل الخطوات بيتاكل كده. بعد ما شوحنا كل خطوات ال السمك بتاعت التتبيله بتاعت السمك، هننزل بنص كيلو طماطم مضروب في الخلاط، ونسيبهم يتسبكوا مع بعض، وننزل عليهم بالبهارات، فلفل اسمر، توابل سمك، بهارات سمك، كمون طبعا عشان السمك بيحب الكمون بزيادة. ويلا بينا نشوف الخطوة التانية، ابقوا معنا. نزلنا بالبهارات ونقلبهم تقليبة كده، ونسيبهم بقى لحد ما يتسبكوا، ونحضر بقى الطاسة علشان نقلي السمك. شايفين ده بقى هيتسبك وهيبقى تحفة تحفة، 10/10. وانتوا طبعا اللي هتدوني الدرجة بنفسكم لما تشوفوا الصينية في الاخر هتبقى عاملة ازاي. جربوها وهتدعولي ان شاء الله. يلا بينا نحضر الطاسة.